أهلا بيكم. اختيار المدرسة الصح لطفلك مش مجرد قرار تعليمي بس، لكنه قرار كمان بيحدد شخصيته وطريقته في التفكير ونجاحه في المستقبل. هل تختار مدرسة حكومي ولا خاصة؟ هل تختار نظام لغات ولا دولي؟ ازاي أصلا تفرق بين مدرسة قوية ومدرسة مجرد اسم؟ كل الأسئلة دي هنناقشها النهاردة بالتفصيل علشان لما تختار مدرسة تختارها وانت واثق 100%. أولا، احتياجات ابنك أو بنتك هي الأساس. أهم نقطة لازم تبدأ منها قبل ما تختار المدرسة هي شخصية واحتياجات طفلك. مش كل طفل مناسب لأي مدرسة. اسأل نفسك الأسئلة دي: إيه هي نقاط قوة وضعف طفلك؟ هل هو اجتماعي وسهل الاندماج مع الأطفال التانية، ولا خجول وبيحتاج دعم شوية؟ هل بيعتمد على الفهم والتجربة ولا بيعتمد على الحفظ والتلقين؟ إيه هي ميوله واهتماماته؟ هل بيحب المواد العلمية ولا الأدبية؟ هل عنده اهتمام بالرياضة أو الفن أو التكنولوجيا؟ وهل عنده احتياجات خاصة في التعلم؟ لو طفلك عنده صعوبات تعلم أو اضطرابات زي التوحد أو ال ADHD، لازم تتأكد إن المدرسة يكون فيها الدعم الكافي علشان تقدر تتعامل معاه. مش كل مدرسة قوية هتكون مناسبة لطفلك، الأهم إنها تناسب شخصيته وطريقة تعلمه. تاني حاجة، المناهج وأنظمة التعليم. المدارس بتختلف على حسب المناهج اللي بتقدمها، وكل نظام ليه مميزاته وعيوبه. خلينا نبص بسرعة على الأنواع المختلفة ونشوف مزاياها وعيوبها. المدارس الحكومية: المزايا إنها مجانية ومناسبة لو محتاج تعليم أساسي بدون تكلفة كبيرة، ولكن عيوبها إن الكثافة الطلابية فيها عالية، وغالبا طرق التدريس تقليدية ومعتمدة على الحفظ والتلقين، زائد إن في نقص في الأنشطة والموارد. المدارس التجريبية أو اللغات يعني: مزايا المدارس التجريبية إنها بتوفر مستوى أعلى في تدريس اللغات مقارنة بالمدارس الحكومي، زائد إن تكلفتها ستيل برضو أقل من المدارس الخاصة، ولكن عيوبها إن برضو الكثافة الطلابية مرتفعة والأنشطة المدرسية محدودة. المدارس الخاصة: مزايا المدارس الخاصة إن البيئة التعليمية أفضل، كثافة الطلاب أقل، وفيه اهتمام أكبر بالطلاب، وفي الغالب عندها أنشطة إضافية وبرامج ترفيهية أكتر من المدارس الحكومي والمدارس التجريبية. ولكن عيوبها إن جودة المدارس بتختلف من مدرسة للتانية، لازم تتأكد من مستوى التدريس، ممكن تكون غالية قوي بدون مبرر حقيقي. المدارس الخاصة ممكن تكون IB أو IG أو نظام أمريكي أو نظام كندي، ودي مناهج معترف بيها دوليا وبتأهل الطلاب للدراسة في الخارج. ولكن عيوبها زي ما قلنا إن تكاليفها ممكن تكون مرتفعة جدا، ومش كل المدارس الدولية قوية فعلا. مش معنى إن المدرسة غالية إن المدرسة تكون كويسة، بعض المدارس بتقدم المنهج بشكل ضعيف جدا. تالت حاجة تحدد على أساسها المدرسة هي جودة المعلمين والإدارة. مهما كانت المدرسة قوية، لو المدرسين مش أكفاء، جودة التعليم هتكون ضعيفة جدا جدا. تسأل على إيه علشان تتأكد إن المدرسة فعلا كويسة وإن المدرسين اللي فيها كويسين؟ اسأل المدرسة: هل المدرسين عندهم شهادات وخبرة في التدريس؟ هل بيستخدموا طرق حديثة؟ هل بيعرفوا يتعاملوا مع الأطفال بشكل يشجعهم على التعلم؟ خلوا بالكم كويس، عشان للأسف مش كل المدارس بتشغل مدرسين فعلا دارسين وفاهمين هم بيعملوا إيه، وخصوصا المدارس الخاصة. لازم تسأل كمان على طريقة تعامل المدرسة مع المشاكل، خصوصا التنمر وسلوك الطلاب. هل المدرسة متعاونة مع أولياء الأمور ولا بتتعامل معهم بتجاهل؟ رابع حاجة هي بيئة المدرسة والحياة اليومية. لازم تضمن ان طفلك هيتعلم في بيئة آمنة ومحفزة. اسأل نفسك: هل المدرسة بتوفر بيئة آمنة للطلاب؟ هل في رقابة على سلوك الطلاب أصلا؟ هل المدرسة فيها سياسة واضحة ضد التنمر وخطة للتعامل مع تصرفات الطلاب الخارجة لما تحصل، ولا بيطنشوا ومفيش حاجة بتحصل؟ الخلاصة ان المدرسة مش بس تعليم، ولكن هي بيئة نفسية وصحية لطفلك. خامس حاجة لازم تتأكد منها هي الأنشطة والمرافق في المدرسة. التعليم مش بس كتب ومذاكرة، لازم المدرسة كمان توفر أنشطة علشان تطور مهارات الطفل، ولازم كمان يكون في تنوع في النشاطات، لأن لو مثلا كل النشاطات رياضية فمش كل الأطفال مهتمين بالرياضة. فلازم تشوف هل المدرسة فيها أنشطة رياضية زي كرة القدم والسباحة والجيمناستكس، هل فيها أنشطة فنية، فيها رسم، فيها موسيقى، فيها دراما، فيها مسرح، هل عندهم معامل علمية حديثة ومكتبة مجهزة إنها تستقبل الأطفال. وخلي بالك بعض المدارس بتقول إن عندها أنشطة لكن في الحقيقة مش بتطبقها بشكل منتظم. يعني تلاقي مثلا المكتبة ما شاء الله مليانة كتب، ولكن الطلاب مش بيروحوا هناك غير كل فين وفين، وكمان مش مسموح لهم يروحوا في البريك بتاعهم، مسموح لهم بس ينزلوا الملعب تحت والكانتين وشكرا على كده. ودي شفتها بتحصل بعيني. يعني الخلاصة ان الأنشطة في المدرسة ما هياش بس ترفيه، ولكن هي جزء أساسي من تطور شخصية الطفل، فما تهملهاش وانت بتختار المدرسة. طيب بعد كده بقى عايزين نتكلم على شوية ريد فلاجز. ايه هي الريد فلاجز اللي لو شفتها تاخد بعضك وتجري؟ اول حاجة هي اهتمام المدرسة بالمظاهر اكتر من جودة التعليم. يعني لو المدرسة زي ما قلنا مش بتعين ناس محترفة وفاهمة هي بتعمل ايه، او الإدارة نفسها مش فاهمة هي
تعمل ايه، ولكن يجي في اخر كل ترم يعمل سكول بلاي او سبيلنج بي او اي ايفنت علشان يوري للبيرنتس شايفين الطلاب بيعملوا ايه. خلي بالك سهل ان المدرسه تجمع احسن 10 طلاب في المدرسه وتعمل مسرحيه والطلبه ما شاء الله بتتكلم كويس والانجليش بتاعهم كويس، ودي حاجه كويسه وكل حاجه، ومش بقول طبعا ان مادام في سكول بلاي او اي نشاطات من دي تبقى المدرسه مش كويسه. انا بس بقول ان الحاجات دي ما هياش انديكيشن او مؤشر ان المدرسه فعلا كويسه. ممكن المدرسه تكون كويسه فعلا او ممكن تكون مش كويسه وبتعمل الحاجات دي بس شو كده للبيرنتس يعني. تاني ريد فلاج هو ضغط دراسي كبير بدون اهتمام بالصحه النفسيه، ودي واضحه جدا لما تكون المدرسه عندها مشكله في التنسيق بين المدرسين وبين تقسيم الشغل على الطلبه، وامتى يبقى في امتحانات وامتى يبقى في واجبات. تخيل ان الطلاب بتقعد في المدرسه 8 ساعات وكمان مطلوب منهم يعملوا واجب لكل ماده في البيت، وده هياخد مش اقل من ساعتين 3 بالكتير، وبعدين كمان في افتر سكول اكتيفيتيز او لو عنده تمرين سباحه او كوره او بيانو او ايا كان، هيجيب وقت لكل ده منين؟ وفكره الواجب اصلا والستاندرايز تيستنج دي اصلا حاجات بعض الدول ابتدت تلغيها بعد ما اثبتت فشلها، بس ده موضوع تاني كبير قوي نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني بقى ان شاء الله. تالت ريد فلاج هو انتشار التنمر وعدم وجود رقابه على سلوك الطلاب. للاسف دي حاجه منتشره جدا وانا شفتها بعيني في مدارس كتير، وهي ان المدرسه بيبقى عندها اليات ضعيفه جدا للتعامل مع الميس بيهيفير بتاع الطلبه، وكمان في مدارس ما عندهاش اليات للتعامل اصلا وبيتعاملوا بمبدا سويب ات اندر ذا كاربت، اللي هو بتنظف التراب تحطه تحت السجاده كده عشان لو حد معدي ما حدش يشوفه ونموف اون كلنا. ولكن للاسف الحاجات دي كل ما بتتجاهلها كل ما بتتفاقم وبتزيد اكتر واكتر وبتسبب مشاكل اكتر واكتر. ريد فلاج رقم 4 هو تجاهل المدرسه لشكاوى اولياء الامور. حاول تشوف جروب لاولياء الامور على الفيسبوك مثلا او على الواتساب او ايا كان، واسال عن الحاجات الكويسه في المدرسه، الحاجات اللي البيرنتس مبسوطين فعلا منها والحاجات اللي بيشتكوا منها. اسال مثلا هل الطلاب بيشتكوا دايما من الضغط والتوتر؟ هل المدرسه مش بتسمح بالاخطاء وبتتعامل بقسوه مع الاطفال؟ هل في نسبه عاليه من العنف والتنمر في المدرسه؟ وهل نسبه التيرن اوفر بتاع المدرسين عاليه؟ يعني لو كل شويه المدرسين بيتغيروا خاصه لو في نص الدراسه. طبعا لو ده حصل بس نادرا او مره كل فين وفين او في اخر السنه مثلا عادي، في ناس بتسيب شغلها وتروح شغل تاني all the time، انما لما تلاقي كل شويه مدرس يمشي ويجي حد مكانه وخاصه في نص الدراسه ده ريد فلاج كبير جدا. الخلاصه ان لازم تتاكد ان المدرسه بتهتم فعلا بالطلاب، مش بتبيع لك صوره مثاليه وهميه ومباني شكلها حلو من بره ولكن من جوه مفيش حاجه. بس كده، بعد كل ده خد وقتك، زور المدارس، اسال اولياء الامور، اقرا اراء الطلاب اللي اتخرجوا من المدرسه دي، وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات ايه هي اكتر حاجه بتهمك في اختيار المدرسه لطفلك. شاركونا كده في التعليقات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان تسمعوا نصايح تانية حوالين التوبيك ده. شكرا.